السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة قنبشة. أودعت هيئة الفاف شكوى تتضمن اعتماد فريق نهضة بركان المغربي على شعارات سياسية وخرائط وهمية في قميصه، وأجبرت المحكمة الرياضية الدولية هيئة الاتحاد الإفريقي للرد على استفساراتها في فترة لا تتعدى 3 أيام على أقصى تقدير. ولن تفصل المحكمة الرياضية الدولية في قضية اتحاد الجزائر ونهضة بركان بعد التي تبقى قيد المتابعة. ووضع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي هيئة الاتحاد الإفريقي في حرج شديد، وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف بطعن لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد رفض الطعن الأول التي تقدمت به الهيئة الكروية الجزائرية. وطالب هيئة وليد صادي من هيئة باتيس موتسيبي بإرسال المادة القانونية التي اعتمد عليها لرفض الطعن.